تخيل معايا سلحفة صغيرة بتطلع من بيضة قد كف الايد وتبدأ تنزل المية وتبدأ رحلة في البحر الواسع، وبعد شهور او يمكن سنين ترجع تاني لنفس الشط، مش شط شبهه، نفس الشط. زي ده بيحصل مع السلاحف واحنا بننسى ابسط التفاصيل حوالينا. جميل. مدهش. العلماء اكتشفوا ان السلحفة عندها حاجة مدهشة اسمها الماجنتيك ماب او الخريطة المغناطيسية. الارض اللي عايشين عليها ليها مجال مغناطيسي وكأنها كورة كبيرة وحواليها خطوط طاقة. السلاحف بتسجل بصمة مغناطيسية للمكان اللي اتولدت فيه زي GPS، ولما بتكبر وتبقى في مكان بعيد عن الشاطئ اللي اتولدت فيه بتبدأ تقارن الاشارات المغناطيسية بالمكان اللي سابته اول ما اتولدت فيه، ولما الاشارات اللي هي كانت سايباها تبقى قريبة من الاشارات اللي في دماغها بتعرف ان هي وصلت. طب ليه بترجع لنفس المكان؟ لان المكان اللي اتولدت فيه بيبقى اكتر مكان مناسب للنوع بتاعها، زي درجة حرارة الرمل والامان ونوع الشاطئ. المكان ده كويس اقدر اسيب فيه بيض هنا. هي بترجع للمكان اللي فيه فرص بقاء اعلى. انت تعرف السلحفة بتبيض كام مرة في العمر؟ تعرف اصلا بتعيش قد ايه؟ في سلاحف بتعيش 60 و70 و80 سنة. نقدر نقول المتوسط عمرها من 50 ل 100 سنة. توصل لسن البلوغ من 20 ل 30 سنة، وما بيبقاش في موسم تزاوج كل سنة، بيبقى كل سنتين او 3. بس بمجرد ما بتوصل لسن البلوغ عند 20 سنة بتفضل تبيض لحد 90 و100 سنة. الانثى لما بتسيب البحر وتطلع للشط عشان تبيض احيانا بتبيض 80 و120 بيضة، وبعض الانواع ممكن توصل ل 150 بيضة. كتير. مش بس كده، ده ممكن تعمل كذا عش في نفس الموسم. تخيل كل عش فيه 80 او 90 بيضة، يعني ممكن تبيض اكتر من 300 بيضة في الموسم الواحد. بس رغم العدد الضخم ده اقل من 1% بس اللي بيوصل لسن البلوغ. ومش عايز اصدمك، السلحفة اول ما بتبيض البيض بتنزل وبتسيبه وما بيتقابلوش تاني ابدا. السلحفة الام بتطلع على الشاطئ تحفر حفرة تبيض البيض تغطيه وتنزل، وده بيبقى اخر لقاء ما بينهم. والاول الصغار اللي بيطلعوا من البيض بيعيشوا لوحدهم تماما بعد كده. طب ازاي يعيش؟ ازاي ياكل؟ ازاي يحمي نفسه؟ صغير السلحفة وهو جوه البيضة بيبقى لسه معاه كيس الصفار. الكيس ده بيفضل متعلق بيه كام يوم بعد الولادة، وده بيديله طاقة ودهون وبروتين. يعني تقدر تقول ان هو مش محتاج لامه لان هو خارج معاه لانش بوكس طبيعي. والكيس ده بيكفيه اول ما بيخرج من البيضة من يومين ل5 ايام. طب بعد كده ياكل ايه؟ لما بيخرج من البيضة اول حاجة بيعملها انه يتحرك بسرعة ناحية التيارات البحرية. هناك بقى يلاقي عوالق صغيرة، كائنات مجهرية، اناديل صغيرة، نباتات بحرية خفيفة، بيقلب عيشه. كلها حاجات تنفع ويقدر ان هو ياكلها في سنه ده. طب وازاي يحمي نفسه من غير ام؟ وده الجزء الاعجب، لان اول ما بيخرج زي ما قلنا بيجري بسرعة رهيبة ناحية البحر. لونه داكن من فوق وفاتح من تحت، وده بيخليه يختفي اسهل في المية. بيدخل مناطق فيها اعشاب بتطفو، وده بيخليه يستخبى من الاسماك والطيور. يعني تقدر تقول ان هو بيتولد متبرمج يبعد عن اي صوت شديد او ضوء، ويقدر يعوم كويس في المية رغم ان مفيش ام بترعاه، بس كأن كل حاجة حواليه بتقول له روح واعتمد على نفسك. قرأت قبل كده في تفسير لما فرعون سأل سيدنا موسى قال من ربكما يا موسى؟ مين ربنا؟ سيدنا موسى قال الذي خلق كل شيء ثم هدى. كان من معاني هداية الخلق ان ربنا قدر لكل مخلوق معاشه والطريقة اللي ينجو بيها والطريقة اللي يتزاوج بيها. سبحانك ربنا.